بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يطيب لي في هذه العجالة أن أهني قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحكومة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعادها الله علينا وعلى الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ولا يفوتني أن أهنئ قواتنا المسلحة الباسلة والتي ترابط على كل ثغر من ثغور الوطن أو الحامية للأمن والأمان داخل الوطن، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. أنتم فخرنا، وأنتم من ضحيتم بالأرواح والأنفس وضحيتم بالوقت والراحة مع أبنائكم وأهليكم، فلكم منا الشكر الجزيل والثناء العاطر والدعاء الصادق بأن تعودوا إلينا وإلى أهليكم وقد تحقق لكم النصر المبين والعز والتمكين سالمين غانمين معافين، وأن يكتب لكم الله الأجر والمثوبة، وأن يغفر ويرحم لكل من استشهد في سبيل الله والذود عن الدين والدفاع عن الوطن. حفظ الله بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه، وحفظ قيادتنا ورجال قواتنا المسلحة، ودام عزك يا وطن الخير والعباد، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم والداعي لكم بالخير سلطان بن معيط، الصرصر العثماني المالكي، شيخ العثمان الأحلاف بمحافظة أبن بني مالك.